مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير أحمد الحداد، الله يرحمه. تاريخ ميلاده 15 مايو 1912. تاريخ وفاته 18 يونيو 1982. توفى عن عمر يناهز 70 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. ممثل مصري، ولد في عام 1912. اشتغل في السينما منذ منتصف الثلاثينات. ظهر مع الفنان شالوم في عدد من الأفلام اللي قام ببطولتها، ومنها فيلم 0501، وفيلم العز بهدلة، فيلم الرياضي، وفيلم شالوم الترجمان. كون ثنائي فني مع الفنان الراحل علي الكسار. قدم 29 عمل فني، ومنهم حياة أو موت، ابن الحارة، السر في بير، المنزل رقم 13، فايق ورايق، ولدي، المغامر، البؤساء، بلبل أفندي، صاحبة العمارة، ليت الشباب، نمرة 6، عودة الغائب، أحمر شفايف، مقدرش، الباش مقاول، السوق السودا، ليلة الجمعة، كدب في كدب، الدكتور فرحات، غفير الدرج، 100,000 جنيه، العز بهدلة، عثمان وعلي، أنا طبعي كده، سلفني 3 جنيه، بائعة التفاح، الفرسان التلاتة. الله يرحمه، لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه. ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.